كتير مننا بيحب الدوناتس، بس عمرك فكرت ايه السر ورا طراوتها وطعمها المميز؟ في الفيديو ده هنجرب نعمل دوناتس خطوة بخطوة، وهنشوف مع بعض هل فعلا سهلة نعملها في البيت ولا الموضوع محتاج مهارة. كمان هشارككم شوية أسرار ونصايح صغيرة بتفرق جدا في الطعم والنتيجة. تابعوا للنهاية علشان تشوفوا النتيجة. بس قبل ما نكمل الفيديو، لو عجبك الفيديو اعملي لايك علشان يوصل كده لعدد كبير من الناس، وشيروا الفيديو كده مع اصحابكم وحبايبكم. ولو عجبك الفيديو اكتبي لي كده في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفة. يلا بينا نبدأ. دي بقى المكونات اللي احنا هنعمل بيها الدوناتس بتاعنا. هنا معايا بيضتين، لو البيض معاكي حجم كبير هتستخدمي بيضة واحدة، لو صغير هتستخدمي بيضتين. مكعب زبدة، شوكولاتة كده للتسييح، خميرة، ومعلقة فانيليا ومعلقة سكر. اول حاجه هنا جبت البوله، حطيت فيها معلقه الخميره ومعلقه الفانيليا ومعلقه السكر، ونزلت عليهم بالبيضتين. هقلب كده المكونات كده شويه لحد ما يسيلوا معايا. وبعدين معايا كوبايه لبن كبيره، انزل كده بنصها، ما احطش اللبن كله مره واحده، وافضل اقلب كده لحد المكونات ما تمتزج مع بعضها. خلصت كده تقليب. معايا هنا 3 كوبايات دقيق هشتغل بيهم، هنزل كده بيهم واحده، وبعدين افضل اقلب كده بالمعلقه لحد المكونات كده ما تمتزج تاني مع بعضيها، وابدا الم العجينه واحده بواحده. هفضل احط الدقيق بالتدريج، حطينا كده الكوبايتين مره واحده، والكوبايه الثالثه ابدا احط فيها واحده بواحده لحد العجينه ما تتلم معايا. هبدا بقى اشيل المعلقه وانزل بقى بايدي اعجن والم العجينه. هفضل اعجن فيها لحد البوله اللي معايا ما تحسي انها نظيفه. لو العجينه طلعت ناشفه معاكي هتبداي تزودي لبن واحده بواحده. العجينه هنا مش مطلوب انها تكون ناشفه، يعني تكون ناعمه شويه وبتلزق في الايد. هفضل كده الم كويس، وكل ما اعجن كتير بتبقى النتيجه معايا خرافه، وبتطلع الدونات في الاخر هشه وطريه. فضلت اعجن، ادي شايفين قدامكم البوله يعني انضفت قدامي. انا كده خلصت الخطوه دي، ما عجنش في كده فيها كتير علشان دي اول خطوه معايا. هحطها كده في البوله واغطيها كده ببلاستيك راب، هسيبها 10 دقايق بالظبط. بعد ال10 دقايق كده اشيل الغطا من عليها، اهي شايفين معانا بالشكل ده بدات تنفش شويه ولسه بتلزق في ايدي. ما تقلقيش من التلزيق دي، لان العجينه كده يعني الخطوه دي ناجحه معاكي. هبدا اخد العجينه كده وافردها كده كويس، وابدا اجيب الزبده، مكعب الزبده اللي هو 100 جرام، فردته كده على العجينه، وابدا ان انا افرد في العجينه كويس، واكور العجينه والم واعجن لحد العجينه ما تتشرب الزبده تماما، علشان هتبقى ناعمه معايا جدا. هنا بقى العجينه بتبدا تفك معاكي وتفرول وتبوظ معاكي. ما تخافيش، الخطوه دي ما تخافيش، هتحصل معاكي كده هتفتكري ان العجينه باظت معاكي خلاص. لا لا، ولا تضيفي دقيق ولا تضيفي عليها اي حاجه، هتفضلي تعجني فيها وتلمي فيها واحده واحده لحد العجينه ما تبقى معاكي ناعمه ومش بتلزق خالص. شايفين الكونتر معايا بقى ملزق عجين ازاي؟ ما تقلقيش، بعد كده هتلاقي العجين مع لوحده كده مع اللم والعجن لم لوحده خطوه بخطوه. ودي النتيجه في الاخر بعد ما عجنتها، ولازم تعجني فيها كتير علشان توصلي لنتيجه مضمونه 100%. بعد كده جبت البوله، وبعدين رشيت فيها رشه زيت، وحطيت العجينه وبالبلاستيك راب وغطيتها، وهحطها كده على جنب نص ساعه لحد ما تختمر معايا. بعد النص ساعه اختمرت معايا وعلت كده خلاص. هنا وصلت لنتيجه 100% ان هي العجينه كده جاهزه ان احنا نعمل بيها الدوناتس. اهي بقت بالشكل ده. هبدا اجيب العجينه بقى عشان اشتغل عليها. شايفين العجينه ناعمه معايا جدا وطريه جدا، هتديكي نتيجه مضمونه في الاخر. هجيب بقى اقطع كده، هتقطعي كده بحجم البيضايه او بحجم الليمونه اهي بالشكل ده. هنبدا نكورها كلها ونسيبها كده على جنب، وبعدين نبدا نشتغل فيها. هتجيبي صينيه او بلانش او اي حاجه ترشيها بقى شويه دقيق،
وبعدين تبداي ان انت تكوري، تعملي الكور معايا كده اهو، واحطها كلها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وراعي ان الحجم ان احنا ايه عايزين نعمل الدوناتس الواحده تبقى ايه مقلبظه كده مش ناشفه. هبدا بقى ايه ارص كده الوحدات اللي انا عملتها كورتها، وايه اعمل العجينه كلها معايا. لو عندك ميزان بقى هتوزني العجينه عشان تبقى كلها حجم واحد. لو مش عندك بقى بالنظر كده انت تعملي العجينه كلها مقاس واحد. هغطيها كده بقى وابدا ايه اسيبها شويه ترتاح. هغطيها كده 5 دقايق لحد ما ترتاح، وبعدين ابدا ايه ان انا اشتغل فيها. هجيبها بقى بالشكل ده وابدا ان انا افرد فيها واحده بواحده، وبعدين بعد ما افرد الكوره ابدا ان انا ايه المها واكورها من جديد. الخطوه اللي انتوا هتشوفوها قدامكم دي هفردها كده بالشكل ده اهو كده، وبعدين ابدا ان انا اكور فيها كده والمها تاني، وبعدين احطها على جنب واسيبها لحد ما ترتاح. اعمل الكميه كلها بالشكل ده وابدا ان انا ايه اخدهم من اول وجديد ان انا اشتغل فيهم. خلاص كده خلصنا الكميه. ابدا ان انا ايه خلاص افردهم كده بقى علشان اشتغل فيهم بقى. خلاص كده بططتها بحجم بتكون سميكه معايا جدا، وبعدين باي حاجه معاكي بقطعها او باي غطاء ازازه عندك، يعني مش هنغلب بقى. وممكن كمان بصبعك ان انا ايه اعملها في النص زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وعلى ورق زبده احطها عليها علشان لما اجي انقلها من مكان لمكان علشان اروح اقليها في الزيت ما تبصمش معاكي وعلامه ايدك هتبان فيها وهتتبهدل معاكي. خلاص كده عملنا الكميه كلها. احطها كده على اي حاجه واسيبها لحد ما ترتاح، واغطيها اغطي وشها علشان ايه ما تنشفش وعشان هتختمر بسرعه. بعد كده جبت زيت غزير وجربته الاول في واحده من الصغيرين دول، وبعدين وتاخدي بالك بقى من الخطوه دي حراره الزيت ما تبقاش عاليه قوي. لما يبقى معاكي الفقاعات يعني كتير قوي فايه انتي لا لازم تبردي الزيت. لو الفقاعات اول ما تنزلي بالدونات تكون ايه خفيفه شويه كده يكون الزيت حرارته مناسبه، وانزلي بالدونات على طول. واول ما الزيت بعد ما تقلي ما بين قليه والتانيه لما الزيت حرارته بتعلى بتشيلي الطاسه من على النار وتهدي الزيت شويه. هنبدا كده نقلي الكميه بتاعتنا. هتاخد لون انتي تقلبيها مره واحده بس، واول ما تاخد اللون هتقلبيها على الناحيه التانيه، وبعدين اطلعها كده بايه باي حاجه معايا، ممكن بخله اللي احنا بنصب عليها الكفته. ودي الكميه اللي احنا عملناها، والنتيجه عجينه طريه جدا وهشه جدا قطنيه من جوه. هطلعها كده وهي سخنه وانزلها في السكر ازينها بيها. اول ما الكميه اللي انت عايزه تزينيها بالسكر لازم تزينيها تخلطيها بالسكر وهي طالعه سخنه، علشان لو بردت حبوبات السكر مش هتلزق عليها. عندك شوكولاته سيحيها وزينيها بيها، وهرش عليها كده فرماسيل الشوكولاته. عندك اي حاجه تانية بيستاشيو مكسرات اي حاجه ممكن تزينيها بيها. شايفين النتيجه هايله جدا، عجينه قطنيه يعني جميله جدا وهشه جدا من جوه وطريه، طعمها تحفه مش شاربه ولا نقطه زيت. ودي اللي زيناها بالشوكولاته ورشينا عليها فرماسيل الشوكولاته، كان شكلها تحفه وجميل جدا. ودي كمان الكميه اللي طلعت من النص عامله شبه الزلابيه بالظبط، جميله جدا طعمها كان خرافه وكان تحفه. جربيها هتعجبك قوي. ولو لسه كمان بتعمليها لاول مره النتيجه معاكي هتبقى ناجحه جدا. لو كملتي معايا الفيديو لحد هنا ما تنسيش تلايك واكتبي لي كومنت وتقولي ايه رايك في الوصفه، وتابعوني واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس علشان كل ما انزل وصفه توصلك. شيروا الفيديو كده على قد ما تقدروا مع اصحابكم وحبايبكم. مع السلامه في فيديو جديد ان شاء الله.